النهارده صحينا من النوم لقينا شيفروليه طالعه بتقول احنا داخلين الكهرباء على تقيل قوي، ودي الاسعار بتاعتنا. شيفروليه عملت مؤتمر وقدمت عربيتين كهرباء بالكامل، وخلت السوق يقف شويه يفكر. اول عربيه معانا هي شيفروليه سبارك اي في، وسعرها 899 الف جنيه، يعني تقريبا 900 الف. سبارك بموتور كهرباء بقدره 100 حصان ومدى 360 كيلو متر في الشحنه الواحده، يعني عربية صغيرة خفيفة معمولة أساسا للمدينة، يعني مشاوير، شوية زحمة، شغل، خروجات خفيفة. وهنا السؤال المهم: هل سبارك عملية؟ الإجابة بصراحة بس بشروط. أول شرط: لازم يبقى عندك نقطة شحن، سواء في البيت أو قريب منه. ليه؟ العربية فيها شحن سريع وكل حاجة، بس من غير نقطة شحن هتتعب قوي. إنما جوه المدينة هي سبارك هتكون مريحة وهادية وموفرة جدا. بس سبارك داخله السوق مش سهل خالص، احنا بنتكلم عن بحر عربيات كهرباء تحت المليون. يعني عندك دونج فينج وارك فوكس وبي واي دي سيجل، وكلهم منافسين تقال. طب شوفورليه بتعمل ايه؟ شوفورليه بتلعب على نقطه مهمه جدا، ان العربيه مستورده مش تجميع محلي، يعني جوده، اسم، وسمعه شوفورليه اللي كل الناس عارفاها. نيجي بقى للعربيه الثانيه واللي هي المفاجاه الكبرى: شيفروليه كابتيفا اي في. السعر الرسمي 1,299,000 جنيه، يعني 1,300,000. كابتيفا جاية بقدرة حوالي 201 حصان ومدى محترم جدا، 415 كيلو متر في الشحنة الواحدة. وهنا لازم نقف شوية ونفهم حاجة: احنا بنتكلم عن عربيات كهرباء، يعني ما فيش موتور بنزين، ما فيش تقنية الهيف، ما فيش باور تقليدي. دي كهرباء صافي، يعني تشحن وتمشي. اه كابتيفا فيها مواصفات كتير: 4 إيرباك، سقف بانوراما، سقف اسود. بس مش ده المهم قوي في عربيات الكهرباء. الاهم دايما القدرة زائد المدى، ودول شيفروليه مظبطهم كويس. طيب، رأيي بقى ايه كمحلل؟ بصراحة كنت اتمنى اشوف اسعار اقل من كده شويه. انا فعلا متوقع ان سبارك تيجي بحوالي 900 الف، وكابتيفا تيجي فوق المليون، وده حصل. بس 900 الف في سبارك عاليه شويتين مقارنه بالمنافسين. طب شيفروليه عملت كده ليه اصلا؟ لانها بتراهن على الاسم والثقه والضمان. وخلي بالك من النقطه دي: شيفروليه بتدي 8 سنين ضمان على البطاريه، و5 سنين أو 150 ألف كيلو متر على العربية، وده رقم صعب أي حد يتجاهله. طيب، نشتري ولا نستنى؟ خلينا نكون واقعيين. سبارك تستحق الشراء، خصوصا لو عاوز عربية كهرباء وخايف من موضوع الوكيل، أو متردد مع بي واي دي سيجل. سبارك هنا بتقدم لك أمان وراحة حتى لو السعر أعلى شوية. كابتيفا المنافسة أصعب، لأن في عربيات زي الدي اف اس كي قريبة جدا في السعر، والقرار هنا محتاج مقارنة أدق. طيب، وبي واي دي داخلة مصر رسمي؟ اه بي واي دي داخلة، بس مفيش أسعار رسمية، مفيش مواعيد. كل اللي موجود دلوقتي توقعات بس، ومكاتب الاستيراد بتعمل عروض علشان تفضي مخزونها قبل الوكيل الرسمي ما يدخل. لو مستعجل، من وجهة نظري ارك فوكس هي الافضل حاليا، بعدها دونج بينج، وبعدهم سبارك. رغم ان سبارك اغلى شويه، بس ليها جمهورها. الخلاصه: شيفروليه دخولها للكهرباء محترم، التسعير مش مثالي، بس الضمان والاسم عاملين فرق. السؤال بقى ليك انت: لو معاك 900 الف تختار سبارك، ولا تروح لمنافس صيني، ولا تستنى بي واي دي لما تدخل رسمي؟ اكتب رايك وتعالى نحل السوق مع بعض. كان معاكم احمد فرج، ودي قناه قهوه السيارات.